طبعا بعد كل الشرح اللي فات دوت واتكلمنا عن البورصه واتكلمنا عن الاساسيات بتاعتها وازاي تحدد قيمه الشركات وازاي تحدد قيمه السهم وامتى تشتري وامتى ما تشتريش والكلام ده كله، هيجي واحد يقول لي والله يا محمود انا ما عنديش وقت ان انا اتابع البورصه، مش فاضي، بسافر كتير، لاي سبب من الاسباب. اكيد في سبب بيخليك ما عندكش وقت انك تتابع الموضوع. تمام. وعشان كده الشركات الاستثماريه وشركات اداره الاصول عملت لنا حاجه اسمها الصناديق الاستثماريه او صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار ديت هي اوعيه ادخاريه مغلقه، تمام، بتديرها شركات اداره الاصول واداره الاموال. الشركات ديت بتديرها بطرق احترافيه وطرق تضمن ارباح للناس المشتركين داخل الصندوق بدون ما تتعب دماغك انت في اي حاجه. والصناديق دي موجوده في مصر، موجوده على كتير من الصناديق، ولكن انا هذكر منهم 4 أو 5 صناديق اللي هم المشهورين قوي. تمام. في صندوق ازمه فرص، وده صادر عن شركه ازمت وهي اللي بتديره وهي المسؤوله عنه. وازمه فرص واحد من الصناديق اللي بتحقق ربح عالي على المدى الطويل. الصندوق الثاني ازمه ادخار. ازمه الادخار بتكون المخاطر بتاعته اقل شويه والربح بتاعه اقل شويتين ثلاثه، وبتديره برضه شركه ازمت. وشركه ازمت في الفتره الاخيره اصدرت صندوق ازمت جولد، وده صندوق الاستثمار في الذهب. بتقوم فيه الشركه ازمت بشراء كميه من الذهب على حسب راس المال اللي موجود في الصندوق وبتسيبها لفتره من الزمن. وبعد كده صندوق سي اي كابيتال ال30، ودوت صندوق صادر من شركه سي اي كابيتال، وصندوق جديد بقى له فتره صغيره شهرين ثلاثه تقريبا على ما اتذكر. تمام. وده بيكون مستهدف ال 30 شركه الكبار في السوق او الاستثمار في ال 30 شركه الكبار في السوق. وغير كده في صناديق، في البنك الاهلي ليه صناديق، وبنك مصر ليه صناديق، وبنك القاهره ليه، وبنك التكافل، وصندوق التامين التكافلي MTF موجود في البورصه المصريه، وعدد كبير جدا من الصناديق. الصناديق دي الميزه فيها ان هي بتوفر لك فرصه ادخاريه تدخر فيها اموالك بشكل امن وتبقى مطمن عليها ان هي ان شاء الله مش هتقل ولا حاجه، وبالعكس هتزيد وهتلاقي فيها ارباح كمان الفتره اللي جايه. تمام. ده كان موضوع الصناديق الاستثماريه باختصار. ولكن حضرتك لو هتشتغل في الموضوع الصناديق ابحث عن كل الصناديق واقرا عنها كويس وشوف الوضع فيه ايه. تمام. هسيب لك لينك في الديسكربشن تحت فيه كل صندوق بالتفاصيل بتاعته، يا ريت تنزلوا وتقرا كويس جدا. يلا سلام.